السلام عليكم، صباح الخير دفعة أولى إعدادي الجميلة، الشباب والبنات الحلوين. تعالوا النهاردة ناخد درس جديد في الوحدة التانية. بيتكلم عن الليل والنهار. طيب، احنا هناخد الظاهرة دي وهناخد بتحصل ازاي، وهناخد كل حاجة عنها ان شاء الله. اول حاجه كده قبل ما نتكلم عن الليل والنهار، عايزين نعرف ان الكره الارضيه بتاعتنا ليها دورتين او ليها لفتين بتلفهم. الدوره الاولانيه بتاعتها اللي هي الدوره اليوميه، ودي اللي بتحصل كل يوم. احنا بنشوفها ظاهره كده بتحصل قدامنا كل يوم، ان الارض بتدور حوالين نفسها كل يوم امام الشمس من الغرب للشرق مره كل 24 ساعه. يبقى اول حاجه الدوره اليوميه اللي هي بتحصل كل 24 ساعه، يعني كل يوم، ودي بتحصل نتيجه دوران الارض حول نفسها امام الشمس من الغرب للشرق. تمام. طيب، عندنا حاجه تانية اسمها الدوره السنويه. ايه بقى الدوره السنويه؟ هي دوران الارض برضو، بس مش حول نفسها بقى، حول الشمس برضو من الغرب للشرق، بس مرة كل 365 يوم وربع، يعني كل سنة. يبقى احنا عندنا دلوقتي الارض بتلف حوالين نفسها مرة في اليوم، وبتلف حوالين الشمس مرة كل سنة، اللي هي 365 يوم وربع. طيب، عندنا حاجة هنا اسمها محور الارض. ايه هو محور الارض ده؟ محور الارض ده اللي هو خط وهمي بيوصل ما بين نقطتين من القطب الشمالي لحد القطب الجنوبي، بس بيميل عن الخط العمودي بتاع الارض بزاوية 23.5. لو بصينا في الصورة هنا هنلاقي ان ده اسمه محور الارض. ده خط وهمي مش موجود في الحقيقة على الكرة الارضية، بيوصل ما بين القطب الشمالي للقطب الجنوبي، بس مايل عن الخط العمودي. الخط العمودي اهو، الرسمه بتاعته اهي، لا هو مايل عنه بزاويه 23.5. يبقى ممكن يجي لي ما المقصود بمحور الارض، او يجي لي اكتب ما تشيل ايه العباره: خط وهمي يصل بين نقطتي القطبين مارا بمركز الارض ويميل. هو انا اول ما اسمع كلمه يميل دي يبقى محور الارض على طول. ويميل عن الخط العمودي بزاويه ثابته 23.5 درجه. طيب، نخش بقى على الجزء الثاني اللي هي ظاهرة الليل والنهار. تعالوا بصوا معايا على الرسمة دي هنا كده. دي الكرة الأرضية بتلف كل يوم 24 ساعة، بتلف حوالين نفسها قدام الشمس. طيب، بتحصل الظاهرة دي نتيجة ايه بقى؟ احنا قلنا ان الأرض أصلا شكلها مسطح ولا شكلها كروي؟ شكلها كروي. طيب، فالظاهرة دي بتحصل نتيجة ان الأرض شكلها كروي، فبتلف كل يوم. فلما بتلف كده بيبقى فيه جزء مواجه للشمس، وده اللي بيحصل فيه بيبقى عنده الضوء، او ده بيحصل فيه النهار، والجزء التاني اللي مش مواجه للشمس وده اللي بيحصل فيه الليل. يبقى هي كل يوم بتلف لفة كاملة كل 24 ساعة. الجزء المقابل للشمس بيبقى نهار، والجزء الغير مقابل ليها بيبقى ليل. يبقى ازاي بتحصل ظاهرة الليل والنهار؟ نتيجة الشكل الكروي للأرض، بتلف حوالين نفسها كل 24 ساعة، والجزء الموجه للشمس بيتلقى كمية الضوء كبيرة، فبيكون ده النهار، والنصف الآخر بيكون ظلام دامس. نيجي بعد كده ما النتائج المترتبة على دوران الأرض حول محورها. احنا قلنا ان الأرض بتلف حوالين محورها كل 24 ساعة مرة. طب نتيجة ان هي بتلف حوالين نفسها دي بيحصل ايه؟ احنا قلنا اول حاجة خالص حدوث ظاهرة الليل والنهار، ان جزء بيتلقى الضوء والحرارة فيبقى فيه نهار، وجزء بيتلقى الظلام فبيبقى فيه الليل. طيب، ايه تاني؟ قال ان انا عندي عدة نتائج اخرى، اللي هم ايه بقى؟ اول حاجة انحراف الرياح يمين اتجاهها في نصف الكرة الشمالي، ويسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي. بمعنى ان نصف الكرة عندنا مقسومة نصين، النصف الشمالي وهي بتلف بتنحرف الرياح ناحية اليمين، اما النصف الجنوبي بتنحرف الرياح ناحية اليسار. تمام كده؟ يبقى نتيجة دوران الأرض حول نفسها مرة كل 24 ساعة 4 حاجات. أول حاجة خالص حدوث تعاقب الليل والنهار، أو حدوث الليل والنهار. تاني حاجة انحراف الرياح يمين الاتجاه في نصف الكرة الشمالي، ويسار الاتجاه في نصف الكرة الجنوبي. ايه تاني؟ قال لي انحراف الأجسام الساقطة عن الخط العمودي. بمعنى ان اي حاجه بتقع من الفضاء على الارض هي بتلف، هي مش ثابته، فلما حد ما توصل للارض بتكون مش نازله على نفس المكان بالظبط، بتكون الارض لفت اكتر فمش بتنزل مظبوطه، بتنحرف عن الاتجاه بتاعها، بتميل. كانك كده لما بتحدف حاجه من مسافه بعيده جدا وفي رياح،
هتظبط معاك في نفس المكان بالظبط؟ اكيد لا، هتتحرك شويه من مكانها. زي لما بنيجي نصطاد حمامه مثلا او عصفوره، هي بتتحرك، هي مش ثابته، فانا لازم احرك ايدي شويه بحيث ان انا انشن قدامها، مش عليها بالظبط، لان لو عليها بالظبط عمرها ما هتظبط معايا، لان هتنحرف، لان الحمامه نفسها بتتحرك. يبقى اول حاجه حدوث تعاقب الليل والنهار. تاني حاجة انحراف الرياح يمين اتجاهها في نصف الكرة الشمالي ويسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي. تالت حاجة انحراف الأجسام الساقطة عن الخط العمودي. رابع حاجة وآخر حاجة إن بتشرق الشمس من جهة الشرق وتغرب في جهة الغرب. تمام. هنا هيجي يسألني سؤال مهم جدا، ماذا يحدث إذا لو كانت الأرض ثابتة مش بتدور؟ كان إيه اللي هيحصل؟ إحنا قلنا بما إن الأرض بتدور حوالين نفسها كل 24 ساعة، ينتج عن ذلك 4 حاجات اللي هم إيه تاني؟ حدوث تعاقب الليل والنهار، انحراف الأجسام الساقطة، انحراف الرياح يمين الاتجاه الكرة في النصف الشمالي ويسار الاتجاه في نصف الكرة الجنوبي، وحدوث ظاهرة الشروق والغروب. طيب لو كانت الارض بقى ثابته مش بتدور، ايه اللي هيحصل؟ كل اللي احنا قلنا ده مش هيحصل تعاقب لليل والنهار، هيبقى الجزء اللي عنده نهار ثابت على طول عنده نهار، والجزء اللي عنده ليل ثابت على طول عنده ليل، والاجسام مش هتنحرف ولا الرياح هتنحرف ولا هتحصل ظاهره الشروق والغروب، لان الشمس هتفضل ثابته في جزء معين ليل وجزء معين نهار. يبقى لو كانت الارض ثابته كل اللي احنا قلناه مش هيحصل. طب لو ما بيقول لي نتيجه دوران الارض حول نفسها، هقول له ال4 نتائج بتوعنا. طيب الجاذبيه على الارض، هل الجاذبيه على الارض مناسبه لينا احنا اللي نعيش عليها ولا لا؟ قال ان جاذبيه الارض ربنا خالقها مظبوطه جدا مع الانسان، يعني بتقدر تجذب الانسان والحيوان واي حاجه ليها، وقادرين نتحرك عليها بشكل بسيط وسلس مش صعب واحنا بنتحرك. قال لي ان الجاذبيه بقى على القمر هي سدس جاذبيه الارض، يعني اقل يعني مش بتشد الاجسام ناحيه الارض بتاعه القمر. طب لو احنا عشنا على القمر ايه اللي هيحصل؟ مش هنعرف نمشي ولا هنعرف نتحرك زي ما احنا بنتحرك كده، هنطير في الفضاء، مش هتقدر تبقى ثابت على الارض. طيب حاجه تانية، قال ان الجزء بتاع المشتري او كوكب المشتري يعني الجاذبيه عليه اعلى كتير من الارض، اعلى يعني بتشد الاجسام ناحيتها بقوه اكبر. يبقى احنا لو عشنا على المشتري ايه اللي هيحصل؟ هنلتصق في الارض، مش هقدر امشي، طبعا زي مغناطيس كده انا لازق في الارض، صعب جدا ان انا اتحرك. عايزين تحسوها اكتر لما تلاقي نفسك بتتحرك في الميه، تحس انت صعب قوي ان انت تتحرك. تمام؟ يبقى الجاذبيه على الارض مناسبه للكائنات الحيه. ممكن يجي لي سؤال ماذا يحدث اذا لو كان الانسان عايش على القمر؟ هنقول له ان الجاذبيه على القمر اقل من جاذبيه الارض، وبالتالي هنطير في الفضاء. اما الجاذبيه على المشتري فهي اعلى من جاذبيه الارض، وبالتالي هنلتصق في الارض. طيب هنا جزء تاني خالص بيكلمني بيقول لي هو احنا ليه مش بنحس بحركه الارض؟ ما احنا قلنا ان الارض بتدور كل يوم حوالين نفسها، احنا ليه مش بنقدر نحس بالحركه دي؟ قال لي بسبب ان سرعه دوران الارض مظبوطه جدا. طبعا هي اول حاجه قدره ربنا سبحانه وتعالى في اداره الكون وان احنا نعيش بالشكل ده. بس السبب العلمي بسبب سرعه دوران الارض بسرعه منتظمه ما بتتغيرش. فاكرين لما سالنا برضو نفس السؤال ده لما قلنا ليه الكواكب مش بتصطدم ببعض؟ لان كل واحد منهم ليه سرعه منتظمه محدده ربنا ظابطها له فبيقدر يمشي عليها، فمش بيصطدم بالكوكب الاخر. نفس الكلام عن الارض، سرعه دورانها ثابته ومقدره ليها، فاحنا ما نقدرش نحس بدورانها كتير. طيب تعالوا بقى نراجع اللي احنا اخدناه كله. هو الدرس قصير جدا مش طويل وان شاء الله يكون سهل عليكم. اول حاجه اكمل، بتدور الارض حوالين نفسها امام الشمس من نقط لنقط. بتدور من ناحيه ايه لناحيه ايه؟ احنا عارفين قاعده عامه من اول درس خالص ان الكواكب بتدور حوالين الشمس من الغرب للشرق. يبقى الارض كوكب فبيدور حوالين الشمس من الغرب الى الشرق. تاني حاجة بيؤدي دوران الأرض حول نفسها إلى إيه؟ الأجسام الساقطة. بيعمل إيه في الأجسام الساقطة؟ انحراف الأجسام الساقطة. اكتب ما تشير إليه العبارة: خط وهمي يصل بين نقطتي القطبين الشمالي والجنوبي مارا بمركز الأرض، ويميل عن الخط العمودي بزاوية مقدارها 23.5. احنا قلنا طالما قلنا كلمة بيميل يبقى محور الأرض.
طيب بما تفسر او ليه بيحصل ظاهرة تعاقب الليل والنهار؟ هرد اقول له بسبب دوران الارض حول نفسها مرة كل 24 ساعة امام الشمس. طب لو عكسنا السؤال وقلنا ما النتائج مترتبة على دوران الارض حول الشمس مرة كل 24 ساعة، هقول له نتائج ده تعاقب الليل والنهار، تاني حاجة انحراف الأجسام الساقطة، تالت حاجة انحراف الرياح يمين اتجاهها في النصف الشمالي ويسار اتجاهها في النصف الجنوبي، رابع حاجة حدوث ظاهرة الشروق والغروب. أتمنى أكون استفدتم من الدرس، ونتقابل في درس جديد إن شاء الله.